عايزة اقول لكم اني بسبب بنتي انا كنت حاطة معظم الحاجات بتاعتي اللي هي كريمات مقشرات حاجات كتيرة جدا للبشرة، كريمات للجسم. كنت حاطة الحاجات دي في ضرفة الدولاب عشان ابعدها عن ايديها لانها كانت مبهدلالي كل حاجة. عايزة اقول لكم اني رميت نص الحاجات بتاعتي، رميتها في الزبالة لاني فتحت ضرفة الدولاب لقيت الكريمات والحاجة مية بايظة خالص. انقذت ما يمكن انقاذه والباقي منفعش. دوت كريم اللي هو بتاع واقي الشمس اللي هو من لونا. كنت جايباها بحوالي 120 جنيه، وحياة ربنا يا بنات بقاله معايا دلوقتي داخل في السنتين. هو لسه طبعا صلاحيته ما انتهتش، بس جميل جدا جدا جدا، بيقعد فترة طويلة. وهو مش بس مكتوب عليه 120 اهو. مش بس واقي الشمس، ده هو كمان بيفتح البشرة. بنحطه قبل ما نخرج من البيت قبلها بنص ساعة، وصلاحيته على البشرة 6 ساعات بالظبط. وبعد كده لازم تحطي الطبقة التانية بعد ال6 ساعات، لان بعد ال6 ساعات مفعوله خلاص بيروح، يعني ما بيبقاش له لازمة. لازم تحطيه قبل ما تخرجي بحوالي نص ساعة، وبعد كده بره تقعدي 6 ساعات كمان. هنا معايا هكلمكم عن الحاجات اللي موجودة اللي لحقتها. في كمان زيت بندولين، ده زيت الشعر بتاع الاطفال. بصوا انا عايزة اقول لكم هو ب99 جنيه من الصيدلية طبعا. عايزة اقول لكم والله العظيم تحفة. ممكن هو اصلا بيتعمل حمام زيت، بس انا مش بحطه لبنتي حمام زيت. انا بدهن بعد ما بغسل لها شعرها بشامبو بندولين، بدهن لها منه واسرح لها شعرها على طول بيه حبة كده صغيرين على الاطراف، وبسرح الشعر. بجد حلو هايل جدا جدا، لان هي لسه طفلة 3 سنين ونص وعندها تساقط شديد جدا في الشعر اللي بسبب ان هي ما بتاكلش، وكمان محتاجة غذاء، فالدنيا بايظة عندها خالص، فشعرها بيقع. ده لوشن للاطفال برضو بدهنولها على جسمها ب25 جنيه. لو طفلتك او طفلك يعني بيهرش قبل وهو نايم او كده، خليه يعني بصي الطفل بياخد شاور نشفيه كويس وادهني له من اللوشن ده. بجد هايل جدا وريحته حلوه جدا وملطف لجسم الطفل. يعني ممكن انت كمان تدهني منه. بيستخدم قبل النوم، حلو جدا للاطفال على فكره. ده البادي سبلاش بتاعي، بحطه يعني بعد الشاور وكده، بس مش قوي بصراحة، مش هضحك عليكم، لان شميت ريحته في المحل عجبني، بس لما جيت هنا ما عجبنيش. فلما بكون محتاجاله برش منه، مش محتاجاله خلاص عادي بقى. دي ازازة ريحة فاضية هتترمي. دي تركيبة كنت لسه عاملاها قريب، ما عجبتنيش بصراحة، مش عارفة اسمها ايه، بس هو الولد ما كتبليش عليها اسمها. هو قاعد يقول لي هديكي حاجة فخمة وحاجة معرفش ايه وكلام خلاص. ده زيت جونسون بيبي، بحط منه على بشرتي، وبنتي ده لقت نصه على على السرير. ربنا يهديها يا رب ويحفظها ويحميها ويهدي كل الاطفال. مش موجودة عندي عشانها، هو موجود عندي لان انا بحب احطه على وشي اصلا. الزيت الشامبو ده يا جماعه هيترمي، وعايزه اقول لكم هيترمي ليه. انا سايباه برضو، انا كنت لسه بنضف يعني برمي من الحاجات اللي مش نافعه، فقلت اصور معاكم. بصوا كان من الحاجات اللي محطوطه في ضرفه الدولاب عشان خايفه منها اتبهدلها. عايزه اقول لكم انه باظ زي ما انتم شايفين، بقى ميه خالص، وهو اصلا المفروض اصفر بقى ابيض، وريحته مش حلوه خالص وهيترمي. كمان دي برضو لسه فيها سنتوفة ريحة كده، يعني هنستخدمها وتترمي الازازة، مش هرميها بيهم طبعا خسارة. ده مزيل مانيكير ب10 جنيه. دي هايلة هايلة، وبنتي الحمد لله برضو ده لقت نصها. ده مزيل عرق من نيفيا، ده كمان كنت شارياه كان
كان بكام؟ مش فاكرة كان بكام، بس هو كان غالي مش رخيص يعني. وهو كده خلاص صلاحيته انتهت فهيترمي. ده الصلاحية ده مش باظ من الحر، ده هيترمي لان مدة صلاحيته انتهت. وهتلاحظوا انه بقى عامل جوه زي المية، بصوا مية. فطبعا مش عشان هو حاجة للجسم هنقول نستخدمه وخلاص، لا، هو مدة صلاحيته انتهت. بصوا 2018 اهي، هيترمي مش نافع. وده كمان برضو تقريبا لوشن برضو او لسيون للجلد برضو ده للهرش برضو. انا بنتي عندها حساسية على طول في الحر وحمو النيل ولو ناموسة قرصتها بتفضل تهرش وبتبهدل الدنيا. وكمان حلو للالتهابات بتاعت حروق الشمس للناس اللي بتخرج في الشمس وبشرتها بتتحرق من الشمس زي كده. ده هايل بيهدي الالتهاب بتاع البشرة يعني. اغسلي بشرتك كويس جدا وتنشفيها وبتدهني منه. اهو اسمه زنكودير، موجود في الصيدلية. بكام بقى مش فاكرة بصراحة، عشان هو بقاله فترة بس لسه الصلاحية بتاعته ما انتهتش. تمام. ده البرفيوم بتاعت بنتي، هو ده اسمها. وكانت برضو مش رخيصة، ده كانت ب35 جنيه. استنوا هفتحها واوريها لكم من جوه. اهي ده شكلها من جوه، بس ريحتها هادية وجميلة. هي قعدت تقولي انا عايزة برفيوم زيك، يعني ريحة زي اللي انت بترشيها، فجبت لها دي عشان بخاف بصراحة عليها من ريحة الكحول وكده، بس دي حلوة. فكده بقى ايه، دي الحاجات اللي احنا خلاص مش هنرميها وهينفع ان هي تستخدم تاني. هرجعها مكانها. دوت المزيل عرق او السبراي بتاعي برضو، ما بحبش استخدم غير النوع ده بجد هايل وريحته حلوة جدا. مش فاكرة كان بحاجة و60. والباد سبلاش ده. وهنرجع الريحة دي. وكمان الحبة السنتوفة دول عشان مش هنرميهم طبعا زي ما اتفقنا. وكمان مزيل المانيكير، مع اني ما كنتش بحط مانيكير خالص 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 الحمد لله، بس برضو بسيبه احتياطي يعني. واللسيون ده برضو هسيبه. والزيت زي ما قلت لكم مهم جدا، عشان الزيت ده انا بستخدمه. طبعا الحاجات اللي هتترمي زي ما قلت لكم الحاجات اللي هي ايه ال3 حاجات دول. دي الشكمجيه بتاعتي على فكره، اللي هي بحط فيها الاكسسوارز او الاكسسوارات بتاعتي والساعات والحاجات اللي زي كده. ده كريم جل للشعر. بصوا هو حلو للشعر الهايش. هو كريم يعني 2 في 1. حلو قوي قوي قوي، يعني بتدهنيه على شعرك بعد ما بتغسلي شعرك وتنشفيه كويس، بيثبت الشعر. بس عايزه اقول لكم من الحر بصوا ميه. طبعا ده مش هيترمي، ده رخيص جدا على فكره، كان ب15 جنيه. مش هيترمي لاني انا لسه شارياه قريب، فمش هرميه لسه. في صلاحيته يعني 2025 صلاحيته لحد 2025، ومش هرميه لانه لسه كويس. بس عايزه اقول لكم ان هو عامل زي الميه بالظبط. الاوضه اللي انا بنام فيها هنا حر جدا. كمان ده المقشر بتاعي، مقشر اللي هو كريم صنفرة طبيعي للوجه والجسم بالايس كريم. ده بينفع للجسم كله مش للوش بس. وكان رخيص خالص على فكرة، مش فاكرة كان بكام، بس يعني ايه، هو ممكن يكون كان ب25 جنيه، ممكن يكون كان ب35، يعني حاجة يعني حاجة هايفة. بس بجد هايل. بغسل وشي كويس جدا، وبعد كده بحط منه على بشرتي واسيبه شويه، وبعدين اعمل تقشير لبشرتي بايدي، وبعدين اغسل الوش كويس. بيخلي وشي ابيض وناعم وجميل جدا اهو. وريحته حلوه قوي. عارفين ريحه الشوكولاته؟ ده مش هيترمي برضو لان لسه في الصلاحيه ما جرالوش حاجه. دي مخمريه اسمها رنة خلخال. هي 2022 والصلاحيه بتاعتها 3 سنين، يعني هي كده لسه في الصلاحيه ولسه ريحتها زي ما هي، فدي هسيبها مش هرميها. كعب الغزال دوت انا جبته
حطيت منه على رجلي كده مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده لقيته ايه بيلطش كده في الرجل وكده، وكان من الحاجات اللي محطوطة في الدولاب، ولقيته عامل من بره لون كده ومبهدل الدنيا زي ما انتوا شايفين سايح ازاي. ماشي، هو لسه طبعا في الصلاحية، فمش هرميه، مش هرميه وهسيبه. استخدمته ما استخدمتوش هرميه وخلاص. عايزه اقول لكم كان هتقع من ايدي. عايزه اقول لكم والله العظيم انا راميه كميه حاجات مش قادره اوصف لكم، حاجات قد ايه وحاجات غاليه. يلا ربنا يعوض عليا ان شاء الله. بسط في الدولاب. ده مقشر للشفايف بالفراوله، بنت الله يبارك لها برضو ضيعت نصه، بس حلو جدا على فكرة. بيخلي شفايفي بيشيل التقشير اللي في الشفايف، وكمان بيرطبها وبيخليها حمرا جميلة جدا، وبستخدمه قبل النوم. بعد كده بحط زبدة كاكاو، حلو في الصلاحية مش هيترمي على فكرة. ده كعب الغزال اللي هو جل كعب الغزال اللي هو من ايفونا. ده هايل جدا بصراحة، وكمان الحاجات اللي في الدولاب برضو ولسه في الصلاحية، بس الحمد لله انقذته. بس عايزة اقول لكم ان هو مية، بصوا مية، الجو نار بوظ لي الحاجة. تمام. الروجات ساحت، عايزة برضو احطها في الفريزر تمسك، او في التلاجة تمسك نفسها شوية. في اهو روج وروج، دول الروج الخشب وده روج خشب اهو، كل دي ارواج، ودي ملمع شفايف، ده قلم حواجب، وده كحل، ده روج سحري. ده هايل على فكرة بالبرتقال، بحطه هو لونه اصفر بيديني لون احمر وريحة هايلة جدا، وثابت على طول. لو قعدت بيه فترة طويلة ما بيجرالوش حاجة. ودي زبدة الكاكاو بتاعتي كانت سايحة جدا على فكرة، وما زالت بصوا باظت اهي، سايحة جدا جدا جدا. عايز تحط برضو في التلاجة اهي، ريحتها جميلة قوي قوي بصراحة. ماشي، يعني الحاجات دي برضو هحطها في التلاجة عشان تمسك، عشان في حاجات كتير رميتها. ومعايا هنا ده غطافن بقى، ده قلم كحل اخضر ازرق معلش. زبدة الكاكاو دي بنت الله يبارك لها بوظتها، كانت زبدة كاكاو حمرا وغطاها اهو. ماشي، دي هتترمي مش هتقعد. المانيكيرات بقى كان عندي منكرات كتير وزعتها بسبب ان بنتي بصوا كبت المانيكير على هدومها وعلى البيجامه بتاعتها، ما كنتش عارفه اطلعها خالص. والارواش دي برضو عايزه تتحط في التلاجة. بصوا كل الحاجات دي سايحه كلها. وده روج برضو عايز برضو يتحط في التلاجة. وده برضو انا بصوا بعشق اللون ده يا بنات، بعشقه بعشقه بعشقه، اللون ده هايل. وده تنت اللي هو البرميل ده، بحب احطه وانا خارجه برضو جميل قوي، كان ب35 جنيه. وده ملمع شفايف، كان ملمع شفايف. ماشي، ده هنرميه برضو ما عندوش لازمه، خلص اصلا. لقيت علبه المانيكير دي كمان اهي، ده اللون اللي انا بحبه قوي على فكره، بس كان في مانيكير تاني معرفش راح فين، وفي انا وزعته يعني، بس كان في من دي تقريبا الوانات تانية مش فاكره. ولقيت التنت ده انا اشتريته من محل، وقلت له عايزه تنت احمر، فقالت لي دوت، فقلت لها اكيد يعني حلو. قالت لي جيت البيت، هو شكله احمر زي ما انتم شايفين كده، بتستخدموه بيدي لون اللي هو لون برتقالي كده، بتحسي بصفار في وشك كأنك عيانه، وبيدخل على السنان، وبحس ان انا سوري في اللفظ هرجع لما بحط منه على شفايفي او على خدودي، واللي بيشوفه على وشي بيفكرني عيانه.
بجد نوعه وحش جدا وكان غالي، وزعلت قوي ان انا جبته بصراحة. وهو كده ملوش لازمة، انا هرميه. ده بصوا عامل زي المية ازاي، ملوش لازمة اساسا. بس طبعا انا سبت الحاجات اللي هتقعد تمام، وهرمي الحاجات اللي هتترمي، والمانيكيرات هرجعها مكانها. انا بحطها هنا في الادراج دي، والادراج دي عايزه تتمسح برضو عليها تراب. وهرجع المانيكيرات دي مكانها، والارواج احطها في التلاجة عشان تمسك شويه. وبس. شفتوا الحر عمل لي ايه في حاجاتي يا جدعان؟ حد بيعاني زي كده من الحر؟ بجد الشقه عندي نار نار نار. ربنا يرحمنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.